السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. عندي مدة غايبة عليكم، اليوم رجعت لكم بوصفة تونسية زمنية، الكمونية التونسية بكبدة العلوش. إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تتبعوها من الأول للآخر وتطبقوها وتعطوني رأيكم. اليوم أخذت كبدة علوش وشوية قلب، وشوية كلاوي وشوية لحم علوش. كل إنسان وطريقته في إعداد الكمونية التونسية. ثم ناس يحبوها كبدة صافي، ثم ناس يعملوها كبدة واللحم. أنا ديما نزيد معاها شوية قلب وكلوة. إن شاء الله تعجبكم طريقتي، إن شاء الله تطبقوها تجربوها وميسالش نتعلموا من بعضنا. بالنسبة لي ديما نعمل نفس الطريقة وديما تجيني باهية الحمد لله. نقصهم مطروف كبار باش من بعد ما يذوبوش وقت التطييب، ونحطوهم في صحفة كبيرة ونصب عليهم ماء سخون باش يتنحى هيك الدم الكل، وما تجيش من بعد مطعم المرارة في الكمونية. ديما بالطريقة هذه تجي خير. ومن بعد بالنسبة للحم، صبيت في مقلة صحفة بصل كاملة. ماذا بيكم تستعملوا طول البصل الربعي باهي، يطعم بالقدا. نزيدوا عليه شوية لحم علوش، واكيد ما ننسوش زيت الزيتونة. ديما ننصحكم انكم تطيبوا زيت الزيتونة، على خاطر صحيا انفع وخير. ما نحبش نقليهم كلهم مع بعضهم من غير ما نزيد شوية ماء سخون. ديما كل مرة نزيد شوية ماء سخون باش تتقلى، ونخليهم على نار هادية حتى وين يذوب البصل. توا في المرحلة هذه نزيد الكبدة والقلب والكلوة، نزيدهم على اللحم والبصل والزيت، نخليهم يتقلوا شوية، وشوفوا كيفاش حتى منظرهم تبدل، تنحى الدم اللي فيهم الكل. وهذا سر من أسرار باش تنجح الكمونية وتكون بنينة. كل مرة نزيدهم شوية ماء حتى وين يذوب البصل الكل. وتوا نزيدو مغرفة طماطم حكة معبية، نحركوها شوية، نخلوها تشكشك مع اللحمات وعلى نار هادية. ومن بعد نزيدو البزارات. بالنسبة للبزارات زدت مغرفة فلفل أحمر حار، ديما نستعمل الفلفل الأحمر الحار، معهم شوية فلفل أكحل، وشوية ملح وشوية كركم. نحركهم مع بعضهم، ومن بعد نزيد عليهم الماء. اكيد الماء ديما سخون، ما نكثرش برشا من البزارات على خاطر هو اللحم العلوش ما شاء الله ما يسحقش برشا بزارات. نزيد عليهم الماء ديما دافي كما قلت لكم، ونخليهم يطيبوا سلة سلة. وتوا في الاخر وقت اللي تطيب الكمونية اكيد ما نجموش نستغنوا على هريسة العربي التونسية. نزيدوا مغرفة صغيرة في الاخر، ومعاهم مغرفة صغيرة زادة كمون. ما تنسوش راهو الكمون يتحط كان في الاخر، ما نجموش نحطوه من الاول خاطر يمرر الماكلة. وننصحكم انكم تروحوه بالوقت باش يعطي مطعم بنين. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لليوم، ان شاء الله تتبعوها بأدق تفاصيلها باش تنجح لكم. ان شاء الله العيد عيد هنا، ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير، ربي يحييكم الامثالة. شوفوا ما ننسوش في الاخر بالكل اكيد رشة المعدنوس والبصل باش تعطي مطعم اخر للكمونية ومنظر عالمي. الحمد لله، ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب، وان شاء الله الامة الاسلامية كل بخير وصحة وعافية. الى اللقاء.